السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم رز معمر، والرز معمر بتاعي مش اي رز معمر، الكل ما بيختلفش عليه. تعالوا نشوف بينا المقادير ونشوف الطريقه. يلا بينا نبتدي. معايا هنا كيلو الا ربع رز غسلاه ومش منقوع خالص، غسلاه ومصفياه وسايباه على جنب. معايا هنا بتاع كيلو او كيلو كوبايه لبن دافي. معايا هنا قشطه، كوبايه قشطه. معانا هنا كوبايه زبادي كبيره. معانا هنا معلقه سمنه كبيره. معايا معلقه سكر ومعلقه ملح وشويه زيت عشان نحط عليه شويه زيت. تمام، يلا بقى نبتدي ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هعملها هجيب السكر واجيب الملح، انزل بيهم على الرز. هجيب معلقه السمنه، اجيب شويه زيت مش كتير، انا حاطه سمنه واصلا هو هيبقى دسم من الزبادي ومن القشطه ومن الحاجات دي كلها. زي ما انتم شايفين كده اقلبه. خلي الرز كده يدخل، السمنه تدخل في الرز والسكر والملح يتقلبوا مع بعض. شايفين كده؟ ابتدي انزل باللبن الدافي. انتوا شايفين معايا ولا ايه؟ اهو نزلت باللبن الدافي على الرز. تمام كده. اجيب هنا كوبايه الزبادي الكبيره او كوبايتين من الزبادي اللي هي الصغيره العاديه دي. انا قايله كوبايه عشان هي كوبايه بكوبايه المج، واقوم جايه نازله عليها كده. هتاكلوا احلى رز بلبن، قصدي احلى معمر النهارده، تحفه جدا جدا جدا. بس طبعا الناس اللي عامله دايت يعني حاجه كده ايه يعني ما تسكرش، ها مش هوصيكوا. بس كده كده يبقى هنا لسه معانا ايه؟ لسه معانا القشطه. هنا على جنب شويه. احنا خلاص حطينا اللبن، حطينا السمنه، حطينا شويه الزيت والسكر والملح، وحطينا كوبايه الزبادي الكبيره. خلاص كده خلطنا كل المكونات. جيب الصينيه كده واركنها كده على جنب بتاع ربع ساعه. ربع ساعه اسيبها، بعد كده ارجع تاني اقول لكم انا هعمل ايه. ورجعت لكم تاني بعد ما الرز قعد ربع ساعه في النقع بتاع اللبن. نجيبه كده وهجيب القشطه معلقه. طبعا انا فكه القشطه اهي زي ما انتم شايفين. ابتدي احطها واحده واحده كده. هتاكلوا احلى رز معمر لو جربتوه، بجد مش هتندموا. زي ما انتم شايفين اهي. نيجي بقى للفرن. الفرن المره دي هيبقى مختلف. اول حاجه هحط الصينيه على الشوايه، هتاخد وش الاول، وتاخد عشان القشطه والزبادي اللي انا حاطاه ده يديله وش عالي جدا ويديله تيست عالي جدا. وبعد كده بعد ما تاخد الوش اللي احنا عايزينه هنزلها تحت في القاعده بتاعه البوتاجاز. استنوني ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الصينيه تحت الشوايه، هتاخد وش، وبعد ما تاخد الوش اللي احنا عاوزينه هنزلها تحت في القاع بتاع الفرن وهوريكم شكلها. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين كده اخد الوش وزي الفل. نبتدي بقى نحطه تحت كده في القاع بتاع الفرن ويخلص، وما يطلع اوريهولكم هيبقى منظره عامل ازاي، هيبقى تحفه جدا. ورجعت لكم تاني يا بنات بعد الرز المعمر ما طلع من الفرن. شايفين منظره؟ بس عشان ايه
سخن جدا جدا. شايفين الجمال؟ شايفين؟ شايفين الوش اللي اتعمل؟ طبعا ده بسبب ايه؟ اللي احنا حمرناه الاول. شايفين اهو؟ بص الوش قد ايه. شايفين القشطه؟ شايفين؟ طبعا الوش ده ما كانش هيتعمل والقشطه دي مش هتتعمل الا الحركه اللي احنا عملناها. حطيناه الاول تحت الشوايه، اخد الوش الجميل ده، وبعد كده نزلناه تحت في القاع بتاع الفرن وطلع بالمنظر الجميل ده. جربوه مش هتندموا. ما تنسوش تعملوا لي لايك، دوسوا تحت، تعملوا لي كومنت عشان يوصلكم كل جديد.